مساكم الله بالخير وحياكم الله. بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. الأهلي يكشر عن أنيابه اليوم بهدف النجم الجزائري رياض محرز. الهدف الوحيد في المباراة سجله رياض محرز. والله لعبة فيها حرفنة. رياض محرز شوف اللعبة. طبعا عبد الله فلات تلاقي ضايق صدره. شوف 1 2. الله 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 الله. في هذه اللحظة أصيب عبد الله فلاتة بأزمة قلبية لما جت الكورة. ولنا خير الحمد لله طيبين. قدامك العافية يا رب. الأهلي يذهب للنقطة 16 وفي المركز الخامس. عند نقطة الأهلي عن الرابع القادسية. طيب عنده 4 نقاط عن الثالث الهلال. عنده 5 نقاط عن الثاني التعاون. 8 نقاط عن النصر متصدر. حلو. طيب الأهلي كيف يسقط النصر عن الصدارة؟ هاني الداود يقول الله لا يسمع منك، فال الله ولا فالك. كيف الأهلي يطيح النصر من الصدارة؟ يحتاج الأهلي التالي: النصر يتعادل في مباراتين ويجي يقابله في جدة والأهلي ياخذ ال3 نقاط. كذا تصير الأمور طيبة. 2 ب2 و3 7 يصير الفارق نقطة. يلعبون مع بعض عاد عقبها في الجولات التالية. الأهلي عنده مباراة جاية مع القادسية في جدة، بعد كذا مع ضمك في أبها، بعد كذا مع الفتح بالأحساء، بعد كذا مع الفيحاء في جدة، ويبقى في جدة ينتظر النصر يجي له يوم 2 يناير يلعبون في الجولة 13 كلاسيكو الصدارة. لو مشت الأمور على ما يعلف ظل النصر يفوز بس يحصل له تعادلين في الطريق يقدر. طبعا تعادل وين تعادل؟ النصر يتعادل ما شاء الله اليوم مع نيوم. النصر في 9 جولة يستمر متصدر الدوري السعودي. شوف النصر ناس كثير منتظرته يطيح، يعني قاعد ينتظرون النصر يتعطل عشان يعطي حماس للدوري. النصر قاعد يقول لهم حبيبي بلا حماس، بلا روح، بلا إثارة، أنا ليش دخل؟ أنا رجال ماشي 24 نقطة الآن. النصر متربع في الصدارة. تبغى تسوي إثارة وحماس في الدوري السعودي؟ يقول لك تابع مباريات النصر، الحق فيني. 24 نقطة يعني النصر، بس هو النصر يبغى بين الأول والثاني 4 نقاط عشان إيه؟ ياخذ نفس. صار اللي صار يستمر متصدر. لكن ديربي جدة اليوم الأهلي يجدد مواعيده مع الاتحاد ويحقق فوز رائع. الأهلي اليوم جدد آماله في المنافسة وقال أنا جاي. اليوم المباراة ماشية للأهلي رغم أن السيطرة والاستحواذ كانت اتحادية، لكن في الدقائق الأخيرة هذه والله اللي جابت شبه أزمة قلبية لفيصل زيد. شوف اللعبة هذه فيصل ايش صار فيك بالله فيها؟ شوف تخيل هذا لو كان جاء هدف التعادل. يعني حتى لو جت هذا هي في النهايه تعادل. صح ما هي هزيمه. صح ما هي هزيمه. انا مصدقك لا طبعا هذه كره المباراه يا رجل. اخطر هجمه للاتحاد هذه كره المباراه صراحه. يا رجل انت كنت تدور غترتك ضايعه ما تدورها في الاستديو. كابتن ابراهيم هذه لو ركبت جول ايش كان يصير؟ والله يروح فيها ابو زيد. هاني الداود بصراحه ابيك تجاوبني بصراحه، كنت تبيها تدخل ولا ما تدخل هالكره؟ كنت ابغاها تدخل من قبل بعد مو من الكره هذه. اوكي بيض الله وجهك. الله بيض الله وجهك صراحه. الله ايوه انا احب اللعب على المكشوف. انا احب اللعب على المكشوف. يعني كل هذا يعني ما انت قادر تنسى تطليعة كاس الملك. والله مشكلة يا اخي والله الحين قلبك. هذا واحد غير نصراوي يتكلم فيها. انا بالنسبه لي أيوة. انا من صالحي انه الاهلي والاتحاد منافسين شرسين على كل بطوله انهم يتعثرون يتعادلون يعني قصدك. اي تعثر. الاهلي والاتحاد يتعثرون. ولو كانت الكره هذه عشان كذا هذا يثبت انك انت اليوم مو عاجبك فوز الاهلي، كنت تبغاهم يتعادلون. لا الديربي اجمالا ككل لا مستوى فني
ولا حتى الحضور الجماهيري. يعني الديربي كان من اقل الديربيات. احلى شيء المخرج اخذ سمير عثمانوي يتثاوب فطلعت هذه. ايوه امسكوا المقطع هذا اللي تحبون سمير، ها استخدموه في حتحتاجونه الموسم طويل. ونبدا الحلقه بالعناوين. دوري روشن، النصر احبطهم والاهلي يكشر عن انيابه. يا ويلكم جاي. محرز يسجل ومندي يمنع التعادل. الاهلي يحسمها مع الاتحاد بهدف متكتك. الامير عبد العزيز الفيصل رئيسا للجان الاولمبيه العربيه حتى 2029 بالاجماع. منتخب الناشئين السعودي يهزم نيوزيلندا في المونديال ويقابل مالي للتأهل. النصر يواصل القبض على صدارة الدوري ل8 جولة ويهزم نيوم 3. العالمي مستمر في إحباط خصومه. ويا منتظر زلتي زيد الصبر زيد. البرازيلي أنجيلو يخطف الأضواء وجيسوس يقول تفاجأت به هذا الموسم. الأهلي يجدد سيطرته على ديربي جدة ويكشف حال الجار. خسران يا عميد. والملكي ينعش آماله في سباق الدوري ويصعد إلى الخامس والقادم أقوى. الاتحاد يتدهور إلى المركز الثامن. إنه لا يفوز للأسبوع الرابع على التوالي. الاتفاق يخطف التعادل مع الشباب وسعد الشهري راض بالنتيجة والروح. الوحدة يدافع عن مشرف الكرة المستقيل وأنباء عن تغيير واسع قادم للنادي. العلا يتربع على صدارة دوري يلو واسم حاتم خيمي يتردد لقيادة الوحدة. نرحب بضيوف حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الله فلاتة وهاني الداود، فيصل زيد وكابتن إبراهيم العنقري وعماد السالمي والكابتن محمد فودة والكابتن سمير عثمان. سمير عثمان ولا راح يفتح فمه اليوم. لقطوها يا كابتن سمير. شوف واحد على الهاشتاج كاتب يقول لك كيف تبغى يتابع لك حالات